فكرت لو ما كانش موجود الواتس والماسنجر والحاجات دي كلها كنا هنعمل إيه؟ كنا هنعمل زي الناس بتوع زمان. طب زمان كانوا بيعملوا إيه؟ تعالوا نشوف. في وسط البلد بالتحديد ميدان العتبة هتلاقي مبنى ناس كتير بتعدي عليه وما يعرفوش هو إيه. اتبنى بأمر من الملك فؤاد سنة 1934 لكنه ما افتتحوش، وافتتحوا بعدها ب6 سنين الملك فاروق سنة 1940 متحف البريد المصري. لكن علاقتنا بالبريد ما كانتش في السنة دي. في مخطوطات بتأكد إن القدماء المصريين أول ناس استخدموا المراسلات أو البريد، وبعدهم الرومان والعرب. لحد ما الخديوي إسماعيل ركز مع البريد وقدر قد إيه إن هي حاجة مهمة وخطيرة، خصوصاً إن وقتها كان اللي ماسكين البريد في مصر شركات خاصة وأجانب، فقرر إن هو يضم البريد للحكومة المصرية، فاشتراها من صاحبها سنيور موتسي وده مكتبه، واشتراها فعلاً وأبقى عليه كمدير للمؤسسة عشان الأمور تفضل ماشية لحد ما الناس تتعلم الطريقة وكده. وبقى يوم 2 يناير سنة 1865 هو يوم البريد المصري. ما تستغربوش إن الإضاءة صفراء، لأن المكان هنا لازم إضاءة معينة ودرجة حرارة معينة عشان تحافظ على كل الحاجات اللي موجودة واللي انتوا شايفينها دي، لأنها حاجات عدى عليها مئات السنين ويمكن أكتر كمان. المتحف ده كان مجرد أوضة واحدة بس، لكن تم تطويره وبقى 15 أوضة. هتلاقوا فيه أول طابع بريد اللي كان سنة 1866، وبعده طابع مرسوم عليه أبو الهول والهرم. وهنا هنلاقي لوحة مكونة من 13440 طابع بتعكس الهرم وأبو الهول لتاني طابع تم طبعه في البريد المصري. وفي كل الطوابع اللي صدرت عن البريد المصري سواء العادية أو التذكار، زي طابع افتتاح قناة السويس مثلاً، وحفلة زفاف الملك فاروق، وشيتات الطوابع اللي فيها أخطاء، ودي بقى بالنسبة لهواة الطوابع كنز بأسعار خيالية. وصناديق البريد بأشكالها المختلفة، ملابس رجال البريد واللي كانت بتختلف على حسب رتبة الوظيفة، وكمان الأسلحة اللي كان بيستخدمها الطوافة اللي هم الناس اللي كانت بتوصل البريد زمان، والعهدة اللي كان بيستلمها، وماكيتات زي الحقيقة لمكاتب البريد المختلفة. ودي بقى المركبة البريدية اللي كان بيستخدمها الملك فاروق عشان يرسل الخطابات منه إلى قصر عابدين، وتم استعارتها من متحف المركبات. المكان ده فيه حكايات لازم تجيبوا ولادكم يشوفوها وانتوا كمان تعرفوها. متحف البريد المصري.